في مكان بعيد بين الجبال والتلال، حيث لا تصل الطرق ولا يسمع سوى صوت الرياح وهمسات الطبيعة، كانت هناك قرية صغيرة تعرف باسم القرية المباركة. لم تكن تظهر على الخرائط، ولم يعرف أحد عنها إلا من سمع قصصا غامضة من كبار السن. يقال إن هذه القرية تملك سرا غريبا يجعلها مختلفة عن كل الأماكن. سكانها لا يمرضون، الزرع دائم الخضرة، والماء الذي ينبع من جبالها يقال إنه شفاء لكل داء. لكن لماذا كانت القرية مباركة؟ كان هذا السؤال لغزا يحير كل من سمع عنها. يحكى أن منذ قرون طويلة زار القرية رجل عجوز بملابس بيضاء لا يعرف من أين. كان يحمل عصا خشبية ويبدو عليه التعب. استقبلته إحدى العائلات وقدموا له الطعام والمأوى. في صباح اليوم التالي خرج العجوز من المنزل وقام بزرع بذرة صغيرة في وسط القرية، ثم قال للسكان: هذه البذرة ستمنحكم البركة، لكن بشرط أن تبقوا دائما متحدين، وألا يسمح أحد للأنانية بالدخول إلى قلوبكم. ومنذ ذلك الحين كانت القرية تنعم بالخيرات، لكن ما من قصة كاملة بدون تحدية. في أحد الأيام جاء رجل غريب إلى القرية، وكان يبدو طامعا في ثرواتها. بدأ بزرع الشك بين السكان، وأقنعهم أن البركة ليست سوى خدعة. شيئا فشيئا تغيرت الأمور. أصبح الناس أنانيين، وبدأت الأرض تذبل، والماء يجف، وظهرت الأمراض بين السكان. أدركوا حينها أنهم خالفوا الوصية. اجتمع شيوخ القرية وأخبروا السكان بالحقيقة: البركة ليست في البذرة فقط، بل في محبتهم وتعاونهم. قرروا أن يتحدوا من جديد، وأن يتشاركوا خيراتهم كما كانوا يفعلون سابقا. بعد أشهر من العمل الجماعي عادت الحياة إلى القرية، وعاد الماء يتدفق من الجبال. أصبحت القرية مثالا على أن البركة الحقيقية ليست في الأشياء، بل في القلوب المتآلفة. هكذا كانت قصة القرية المباركة، مكان علمنا أن التعاون والمحبة يمكن أن تصنع المعجزات. ترى هل يمكننا نحن أن نصبح مثلهم؟